اعملي البوريك بأسهل طريقة، يعني من مستلزمات البيت هتعملي أحلى بوريك ممكن يطلع من ايديكي. بصوا زي ما انتوا شايفين بوريك طري وجميل جدا، يعني زي اللي بتجيبيه من الأفران اهو. بصوا ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض البوريك بأسهل طريقة، ومكونات كلها من مستلزمات المنزل، يعني انتي هتعملي كل حاجة موجودة في بيتك. والاحلى من ده كله يا جماعه ان انت تعملي حاجتك بايديكي كده في البيت، بتدي ريحه حلوه قوي للمكان وطاقه ايجابيه. واول حاجه هنبدا بيها نعملها، بضيف معلقه كبيره من الخميره وبدوبهم كويس في نص كوبايه ميه دافيه. ومعايا بنات كوبايه الا ربع من السمنه على الزيت. لو انت عايزه تعمليها بسمنه بس او زيت بس مفيش مشكله عادي، بس للامانه السمنه بتديها ريحه وطعم جميل. دلوقتي هدوب معلقتين من السكر. انا استخدم يا بنات كوبايه من الميه، بس انتوا عارفين ان انا بحب احط الميه بالتدريج، يعني استخدم نص كوبايه ادوب بيها الخميره الاول، وبعدين هسيب النص التاني هعجنه في الدقيق، وكل ما احتاج هحط في الدقيق. دلوقتي عشان يبقى بوريك زي بتاع الافران بالظبط هضيف معلقتين من الصلصه. دي صلصه جاهزه يا جماعه اهو. هدوبها كويس قوي. ليه ما حطيتش يا جماعه الصلصه مع الدقيق؟ لان اللون مش هيبقى متجانس، ومش هتبقى دايبه كده زي ما انا بدوبها في الميه دلوقتي. علشان تعملي احلى بوريك لازم المكونات دي كلها تدوب مع بعض كويس جدا زي ما احنا شايفين كده. ولو انتي مش متأكدة من الخميرة سيبيها تخمر شوية، لكن انا عشان متأكدة من الخميرة دي دلوقتي هحط الدقيق على طول وهعجن بيها، وهي عملت فقاقيع زي ما احنا شايفين، يبقى الخميرة بتاعتنا كويسة وتمام. دلوقتي انا هضيف نص كيلو من الدقيق وهبتدي اعجن دلوقتي. هتعجني يا بنات بأي دقيق، دقيق كوثر، دقيق ده صدقوني بجد ده دقيق سايب، بس انا بقول له طبعا عايزة دقيق من النوع الحلو، فبيديني الدقيق ده بصراحة بيبقى زي الكوثر وأحسن كمان. ودي هضيف دلوقتي نص معلقة من الملح، يعني حاجة بسيطة قوي، ونص معلقة من البيكنج باودر. خلاص كده يا بنات احنا ضفنا المكونات كلها. دلوقتي انا بلم العجينة بس، وبضيف باقي كوباية المية اللي احنا حطيناها في الاول، وببتدي الم العجينة اهو زي ما احنا شايفين، وبعجنها كويس جدا. وادي بنات العجينة بعد ما لميتها وخدمتها كويس قوي اتلمت بالشكل الجميل ده اهو. بصوا هي عجينة طرية يا جماعة وملزقة بسيط جدا. دلوقتي انا سبت برضو شوية سمنة على زيت، وابتدي الم بيهم العجينة زي ما احنا شايفين. العجينة اهي اتلمت خالص، وانا طالما ايديا نتفت من العجين يبقى كده العجينة تمام. ادي شكل العجينة يا بنات. عايزة اقول لكم ان عجينة البوريك دي يا دوب بنريحها 10 دقايق، يعني التخمير بيبقى بعد ما نشكلها. وخلاص كده اهي هنسيبها ترتاح 10 دقايق يا بنات اهو زي ما احنا شايفين كده. غطيناها بس عشان ما تنشفش. ودلوقتي هنبتدي نشكلها. وطريقة تشكيلها عايزة اقول لكم بجد سهلة جدا. ودي اول واحدة يا بنات هنقطعها، هنحاول نقطعها كلها مقاس واحد، يعني بقدر الامكان كده. لو ما عندكيش ميزان هتقطعيها بالشكل ده، وهتقطعي باقي الكرات نفس الوزن كده، يعني هتحاولي بقدر الامكان تخليهم كلهم زي بعض. عايزه اقول لكم يا حبايبي ان انا كنت بعمل البوريك ده والنور قاطع، فاضطريت ان انا اعمله في النور الطبيعي يعني بتاع ربنا. فتحت الشباك وعملته على النور، هو كان بالنهار. قولوا يا بنات النور بيقطع عندكم انتوا ولا لا؟ احنا منطقتنا بيقطع فيها اليومين دول، بس بقاله حوالي 15 يوم على الطريقه دي بيقطع 3 ساعات. وادي قطعت البوريك اهو يا بنات. حاولت اقطعه كده بالوزن ده. ودلوقتي انا جبت علبه جبنه وفضيتها اهو في الطبق، وهستخدمها دلوقتي في الحشو. ودي يا بنات هنفرد اول واحدة مع بعض.
هي طريقته سهلة قوي. دلوقتي انا هجيب اول واحدة قطعتها عشان تبقى مرتاحة كده وتتفرد معايا بكل سهولة. اللي وصل معايا لغاية هنا يا بنات يحط اللايك واشترك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد، وتخلوني اعمل فيديوهات تانية اكتر واكتر. طبعا بحب اشكر اي حد اشترك في القناة، بجد انتوا نورتوني. والقناة طبعا يا جماعة انتوا اللي هتكبروها، وان شاء الله مش هتكبر غير بيكوا. قولولي طبعا انتوا بتتابعوني من انهي بلد. اهو يا جماعة بصوا، اهم حاجة ان انتي تقفليها كويس قوي عشان الجبنة ما تبانش منها. خلاص كده انا اتأكدت ان هي اتقفلت كويس وبقت بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. اهو بصوا. يلا قولولي رأيكم بقى في الكومنتات الجميلة بتاعتكم. الطريقة سهلة وبسيطة وكلنا نقدر نعملها لو عندنا نص كيلو دقيق. يعني كلها يا بنات زي ما قلت لكم في اول الفيديو حاجات من مستلزمات البيت، يعني تقدري في اي وقت تقومي تعمليها على الفطار او بالليل كده وانتوا سهرانين يا بنات. اهو بصوا، طريقتها سهلة جدا وانا هعملها لكم بكذا طريقة دلوقتي. انا دلوقتي عملت واحدة واحدة. اهو بصوا، طريقة التشكيل سهلة وبسيطة وكلنا نقدر نعملها، بس عشان اسهل على نفسي حاول افرد كذا واحدة على الطبق وبعدين اقفلهم مرة واحدة يا بنات. احنا بنحاول نسهل على نفسنا عشان ما ناخدش وقت ولا مجهود وتبقى الحاجة سهلة بالنسبة لنا. خلاص كده بصوا انا قفلت اهو تاني واحدة. بتمنى طبعا يا بنات الفيديو يعجبكم وتجربوا الطريقة دي. اهو بصوا، وهوريكم بعد ما يطلع من الفرن قد ايه طري وجميل وهش. بصراحة عجينة طرية اوي وحلوة والنتيجة كانت تحفة يا بنات. وادي الطريقة دي عملتها عشان اسهل على نفسي بس في الوقت والمجهود. انا فردتهم كلهم مرة واحدة ودلوقتي هشكلهم مع بعض كلهم. ودي طريقة تانية يا بنات، دي عاملة زي القطايف. اهو بصوا، قسمتها نصين وقفلتها من النص وهتديني برضو نفس الشكل. اما اول واحدة يا بنات عملتها زي طريقة رغيف الفينو يعني عشان تديني توريق اكتر بس الطريقتين حلوين، بس انتي اهم حاجة في الطريقتين تقفلي القرصة كويس قوي عشان ما فيش اي جبنة تطلع منها ولا حاجة. وادي شكل البوريك يا بنات انتي حابة تصغريه صغريه شوية، بس انا عملته الحجم ده اهو زي ما احنا شايفين. خلصت كله بنفس الطريقة. وده صاج كبير يا بنات، عمل لي اهو نص كيلو دقيق، عمل لي الصاج الكبير ده. وعايزة اقول لكم يعني البوريك بتاعي مليان مش صغير، يعني قرصة كبيرة كده حلوة. دلوقتي هدوب معلقة سكر مع اللبن عشان ادهن الوش بيه. خلاص كده هندهن دلوقتي مع بعض البوريك كله. حضرت حبة البركة او السمسم زي ما تحبي، يعني حبة البركة لوحديها ماشي، حبة السمسم لوحده ماشي، يعني المتوفر عندك اعمليه وبأي طريقة هيبقى حلو. حبة البركة جميلة والسمسم، لكن انا عشان متوفر عندي يا جماعة حبة البركة والسمسم هضيف الاتنين مع بعض. خلاص كده دهنت كله باللبن زي ما احنا شايفين كده. ودلوقتي هضيف السمسم وحبة البركة اهو. بجد يا جماعة حبة البركة برضو بتديله طعم حلو قوي وشكل جميل. وهنوزعه كله بالطريقة دي وهنستنى عليه شوية حوالي 10 دقايق لغاية اما يخمر. بس هو تقريبا خمر معانا اهو. يعني انتي عقبال ما بتعملي اول واحدة لغاية اخر واحدة بتكون طبعا اللي عملتهم الاول خمروا والباقي برضو بيخمر معاه.
كده خلصنا يا حبايبي، وكان بالشكل الجميل ده. بصوا عملناه بكل سهولة بجد يا بنات. انت لو عايز تحشيه كمان جبنة اسطنبولي، جبنة براميلي، اي جبنة، اي نوع جبنة انت تحبيه عادي استخدميه وهيبقى طالع تحفة برضو. وعايزة اقولك ان درجة حرارة الفرن بتبقى على 200، بتكوني مسخناها الاول. معلش يا جماعة، انا الفرن عندي سويته من النص اكتر، هي طبيعة فرنتي كده، فانت تاخدي بالك من الفرنة بتاعتك. بس هو عادي مفيش مشكلة، في ناس برضو بتحبه غامق كده. وادي بنات البوريك اهو. بصوا بصوا الظهر برضو مستوي جميل، وهوريهولكوا ازاي طري وحلو قوي بعد ما استوى اهو. بصوا القرصة بجد جميلة هشة وطرية. بتمنى يا بنات الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم حطوا لايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. وادي كمية البوريك يا بنات. عايزة اقول لكم كمان بعد اللي اتاكل منها طبعا هو ريحته طبعا تفتح النفس من غير اي حاجة اهو. بصوا مع كوباية شاي بلبن برضو، او مع كوباية شاي. اعمليه يلا بألف هنا وشفا، وفرحي اولادك واملي بيتك بالخير. بصوا يا بنات، بصوا البوريك طري ازاي وجميل. بصوا بجد حاجة تحفة جدا، يعني ممكن تعمليها في اي وقت. بتمنى الفيديو يكون عجبكم.